بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة حاتم. كما راكم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم جبت لكم طريقة تاع نديروا بها العصير تاع الكابويا مع زوج حبات برتقال مع حبة قرص. ديروا كمية لاباس بها صدقوني، ديروا يعني كمية ما شاء الله. وزيد في الوقت هذه كاينه لاكريب مليح بزاف يا البنات. قادر ديروا ندلكم فكرة، ديروا هكا كل شيات، ديروا تشربوا نتوما وليداتكم لصباح هكا. مليحه بزاف الكابويه الوليدات مع التشينا ومع القارص. كما راكم تشوفوا لهنا قصيت كلشي تاعي حتى بعضها. تشينا قصيتها بالقشور تاعها، القارص نحيتو القشره وقصيتو وديتهم فوق النار، حطيتهم حتى نطابوا مليح. من بعد ما طابلت لي المكونات نتاعي جبتهم من فوق النار وبديت نميكسي فيهم. ميكسيهم مليح يا البنات. اللي باغي تخليه هكاك تخليه ثاني يجي هايل بزاف. اللي باغيه تصفيه انا لهنا صفيته. نحيت المركز وحده، نحيت هذيك القشور اللي قدت لي مع الكابويه هذيك صدقوني جا روعه. اللي باغيه ديروا معجون نزيد له كميه تاع السكر وتحطوا طيب ديروا معجون. واللي باغيه تحتفظ به ديروا في لي بواط مونجي ولا ديروا في لي ساشي ومن بعد تقصوا وديروا في بابي الومنيوم مكعبات. كي تبغي دير حلوه ولا تجبد تلوح المكعب تاعها. صدقوني روعه. كيما راكم تشوفوا لهنا راني نصفي فيه. كيما قلت لكم نحي القشور الكل، وكيما راكم تسمعوا في صوتي راني مقربيه، كان صوتي راه خلاص. من بعد هذا وين بدا يولي. درت معكم الفيديو هذا، جبت لكم الفكره هذه الرائعه. صدقوني روعه. وشوفوا يا البنات شتو العصير كي يكون طايب احسن واحسن، راهو يحتفظ بكل المكونات نتاعو. وكي تحطوه في المجمد ما تنقص ولا كميه تاع المكونات نتاعو من فيتامين سي، من الفيتامينات اللي فيه ما ينقصوش يا البنات. بصح كي ديروا هكاك فراش كي تحطوه، يعني سمعت دكتور يهضر فيها باللي كي تحطوه هكاك كي ديروا هكاك طازج وتحطوه في الثلاجه راهي تنقص القيمه الغذائيه نتاعو. من المستحسن من اليوم اعتمدوا طيبوا العصائر تاعكم، خاصه اللي باغيه تحتفظ بهم وتحطهم في الثلاجه لمده طويله. كيما راكم تشوفوا في انا لهنا هذيك الكميه اللي بقات لي من القشور هذوك كي صفيت درتهم في الساشيات وحطيتهم هكا كيما قلت لكم. من بعد كي يجمدوا نقصهم ونديرهم في البابي الومنيوم ونحطهم في لي بواط مونجي. ولهنا المركز هذاك حطيته هكا يا البنات، درتو في الكوبلي. ومن بعد درت عليه الغلاف الغذائي هذاك، ومن بعد درتو في الكوبلي الاخر ونقفلو بالطريقه هذه. ما يسيح لكم ما والو، ديروه من بعد ثاني كي يبرد. هو ما يجمدش يا البنات، قاعد مركز يقعد هكاك سائل. تقدروا ديروه في القراعي هذوك تاع الياقوت تغسلوهم مليح ديروا فيهم. المهم انا بديتكم الفكره هذه، نتوما تقدروا ديروا بافكار واحده اخرى. كما راكم تشوفوا لهنا انا ما درتش كميه كبيره بزاف. كانت عندي كابويه والبرتقال، قلت والله نصور معكم هذه الكميه. ما من بعد راح ندير ثاني كميه لاباس بها. درت العام اللي فات العصير اللي طايب، ودرت اللي ماهيش طايب احسن. صدقوني مجرب و100% اللي طايب احسن من اللي ماهيش طايب. يجي هايل بزاف. تاع البرتقال انا درت كميه العام اللي فات ثاني كبيره لاباس بها. فوت رمضان كله قلت لي حتى بعد رمضان. وكما راكم تشوفوا لهنايا نسربي معكم كميات. شوفوا روعه. بعد ما تكملوا قصوا لي طرونشي تاع القرص ديروهم داخل العصير تاعكم وخليوهم صباح العشيه. ديروا ما بارد وخليوه يا البنات. صدقوني ولا اروع. يعني حنايا نتعمدوا ندير لكم هذا الامور. كاين الناس ما عندهمش تشري بكيلو بزوج كيلو وانتي درتي كميه لاباس بها. ان شاء الله ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ونجيب لكم افكار هكا سهله وبسيطه، وان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. ونقول لكم في الاخر تاع الفيديو ما تنساوش ديروا اللايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد، وما تنساوش التعليقات تاعكم الرائعه كيما نتوما وديروا لي جيم هذاك. وسلام.